هو أهم حاجة بالنسبة لأي سواق أو صاحب عربية إنه يضمن حقه، كل يوم في شغل، اللي بيعرف نقل أو يشتغل معاهم ما بيسيبهمش، الزحمة والكلام ده كله بيتعب السواق، كابوس السواقين. إبراهيم علي، جسر السويس، عربية شفر بوكس. هو أهم حاجة بالنسبة لأي سواق أو صاحب عربية إنه يضمن حقه، وقت ما أخلص شغلي آخد الأجر اللي اتفقنا عليه. ده نقلة بتوفره وملتزمين بيه يعني غير ناس كتير تانية بره السوق يعني. أحب السفر، رحلات السفر بتبقى أفضل من الشغل جوه البلد، الزحمة والكلام ده كله بيتعب السواق يعني بيخليه مش مستريح نفسيا، لكن الطريق المفتوح بيبقى أريح بالنسبة للنقل، والسواق بيلاقي فيه نفسه يعني وقت ما يحب يرتاح بيرتاح، مفيش بقى زحمة مواصلات أو أي مشاكل من اللي جوه البلد، التكدس المروري أو كده يعني. أكيد برتب النقلة بتاعتي في الليلة اللي قبل اليوم الشغل بتاعي، بفتح الابلكيشن وبرتب النقله بتاعتي وببقى صابح ان شاء الله يعني عارف انا رايح فين. بصبح الصبح طبعا اكيد ببص على الزيت بتاعي، ميه الراديتير بتاع العربيه، وبتوكل على الله اشوف هحمل منين، اتجه للواجهه بتاعتي واحمل واشوف مكان التعتيق، وبعد كده بروح بعتق النقله. برضو اكيد بفتح الابلكيشن تاني بحيث ان لو في نقله وانا راجع ممكن اجيبها معايا، بيبقى افضل انه بدل ما ارجع فاضي. يعني ممكن تاخد نقله توديها اسيوط، تلاقي نقله تانية في اسيوط راحه محافظه تانية، ودايما ان شاء الله الابلكيشن بيوفر النقطه دي، يعني ان الاقي نقله وانا راجع اجيبها معايا. الابلكيشن موفر نقله ستور، وده شيء كويس لان دايما الاعطال اللي فيها بتبقى مكلفه، فممكن احتاج مبلغ ما يكونش متوفر معايا، اشتري كاوتش او اي حاجه تانية تخصني، او مثلا الموبايل عشان خاطر اشتغل عليه، لان كل شغل بتاع الابلكيشن على الموبايل، فبشتريه يعني بيقسطوا لنا الفلوس ديت ممكن كجزء شهري من المستخلص بتاعي، بيتخصم او على حسب ما نتفق. ده شيء كويس عشان ممكن ما يبقاش معايا كاش وقتها، لان الاعطال غالبا بتبقى مكلفه. محدش بيجبرك في الابلكيشن او من فريق العمل ان انت تشتغل ساعات اكتر من اللي انت تقدر تشتغلها، او عدد ساعات معين بيتفرض عليك. انت زي ما انت عايز تشتغل بتختار من على الابلكيشن وبتشتغل. احب ان انا يكون عندي اسطول عربيات.